السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم لي كيش اللي معمرين بلا دانت فيمي اللي كيجيو لذاذين وساهلين في نفس الوقت. درت هنا 2 معالق ديال الزبده، ضفت عليهم 2 معالق ديال النشا، خلطته تذاب لي هذاك الزبده ومع النشا، وضفت عليهم نصف لتر ديال الحليب. كنضيفو شويه بشويه وانا كنخلط وعلى نار مهيله. على نار مهيله كيف كتشوفوا معايا انا كنخلط وانا كندير. هاد باش ضفت عليه نصف لتر ديال الحليب. المهم اذا درتو 3 المعالق ديال الزبده ديروا 3. درت هنايا شويه ديال الابزار حسب الذوق وشويه ديال الملحه، وضفت عليهم شويه ديال الزعتر وهاد وشويه ديال الكوزه ما تكتروهاش. من بعد ما بقى ليا طفيت على النار وضفت بيضه. هاد البيضه كتخليه يجي محمر وكتلذذو في نفس الوقت. خديت هذاك الكيش ديالي درت فيه هكا لادين فيه هكا حطيتهم مقطعين صغار. يمكنكم تضيفوا كاشير او اللي بغيتو. عاد باش ضفت عليه هاد البيشاميل اللي صيبت، خويتو على كاع هادوك الكويسات اللي عندي. يمكنكم تضيفوا الخضره او شي حاجه اللي بغيتو زيد، او اللي كتعجبهم البصله هكا مشحره يضيفوها عليه حتى هي كتجي لذيذه. من بعد ما عمرت كاع هادوك لي كيش ديالي بلا بيشاميل، ضفت عليهم هكا الفرماج غابي من الفوق. انا درت هنايا فرماج حمر، بامكانكم ديروا موتزاريلا او اللي بغيتو. هنا من بعد ما طابوا ليا في الفران كيف كتشوفوا معايا كيجيو منظر زوين ولذاذين في نفس الوقت وساهلين. غير البيشاميل اللي كل واحد وكيفاش كيبغي يضيف عليها من البهارات، وجربهم راه كيجيو لذاذين الفطور وبالصحه والراحه.